في نكتة مكسرة الدنيا جايبها لكم طازة. اتحاد الأئمة في فلسطين، قصدي في تل أبيب، عاملين مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب عشان مصر تفتح المعبر. ما تضحكوش ما تضحكوش، اللي بيحصل ده حقيقي. انتوا متخيلين عاملين مظاهرة اقسم بالله بقى هيتاوج. طيب نكمل بقى. مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب ضد النظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. انتوا مصدقين نفسكم؟ عاملين مظاهرة في تل أبيب ضد مصر؟ يا جماعة انتوا مصدقين نفسكم؟ أنا مش عارفة بصراحة، يعني أنا مش هتكلم، انتوا اتكلموا، انتوا قولوا. الشحنات اللي بتتسرق في غزة يا جماعة دخلت غزة، بس بتتسرق ما بتوصلش للمواطن الغلبان. مين بقى اللي بيسرقها؟ فكروا انتوا. مش هقول، اصل انا لو قلت هيهاجموني يقولوا عليا كلام مش حلو. فكروا انتوا مين اللي بيسرقها. ركزوا الاول في الكلام ده وبعد كده هوريكم حاجه تانية عشان تعرفوا بقى ايه بيقولوا مين اللي بيسرقها. راجل اسمه موسى مرزوق ده ولا ابو مرزوق ده بيقول ان الاكل او الشحنات اللي داخله لاهل غزه المفروض يروحوا للمقاتلين، لان يعني دول اولى بالمساعدات ومش اهل غزه. انتوا اقروا وقولوا لي رايكم ايه. كده حمساوي قاعد في قطر، اسمه حاجه الحيه، برضو طالع بيتكلم على مصر وبيقول للمساعدات وافتحوا المعبر ويا مصريين واسحفوا واعملوا. قاعد في قطر، حتى مش قاعد في غزة مع أهل غزة. طب تعالى، ده احنا اتلفحنا بحية. طب تعالى كده يا عم الحية وادخل شوف بلدك يعني وشوف الغزاوية بيحصل فيهم ايه، بدل ما انت سايب الغزاوية بيعانوا وانتوا كلكم قاعدين بتملوا بطنكم كده وكروشكم وتكرشوا كده في قطر. من شوية كان قال بيان واتكلم فيه على المعبر وفتح المعبر، واتكلم ان مصر عندها معبرين من ناحيه مصر، كرم ابو سالم ومعبر رفح، واتكلم على ان الجانب عندنا مفتوح وهناك مقفول، اللي هو الهري اللي هم بيهروه. وطبعا مصر انزلت مساعدات ودخلت عربيات، وبرده الاردن انزلت مساعدات، وافتكر كمان الامارات والسعوديه، ولو انا بقول حد غلط ابقوا صلحوا لي. ما اعرفش مين من الدول، ولكن مش كل الدول اللي كانت نافحه حسها علينا فين المساعدات. مصريين فوقوا، احنا في مخطط قوي علينا. عايزين احنا كمصريين نخبط في بعض وما يبقاش عندنا ثقه في الدوله، بس الحمد لله كل حاجه بتثبت لنا ان احنا اللي على الحق وان الرئيس صح، وان هم كل اللي بيعملوه ده عايزين يورطوا مصر. احنا مش عارفين نورطها ازاي. تيجي بتاعت حنظله تقول لك والنبي مصر ظبط لنا دخل لنا بس العريش وامنينا. طب ما تخلي دولتك تامنك يا برنس. هو انت كنت قلت لمصر ان انت جاي اصلا؟ مش هيهدلنا بال غير ما نورط مصر، بس احنا برضو القيادات عندنا اذكى من كده بكتير. واخر حاجه هقولها، مفيش تهجير.